السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم مستجدات الكرة المغربية والمحترفين المغاربة، مع تسليط الضوء على أبرز العناوين والقضايا المثيرة. أشرف حكيمي يتوسط لجلب إلياس بن صغير إلى باريس سان جيرمان. كشفت تقارير إعلامية عن مساعي النجم المغربي أشرف حكيمي لإقناع زميله ومواطنه إلياس بن صغير بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان. وأفادت المصادر بأن حكيمي يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي الباريسي، خاصة في ظل المستويات الرائعة التي قدمها بن صغير هذا الموسم مع موناكو. النجم المغربي حكيمي الذي يخوض موسمه الرابع مع باريس سان جيرمان بات واحدا من قادة الفريق الباريسي، ويحظى بثقة الإدارة والجماهير. يذكر أن بن صغير يحظى باهتمام أندية أوروبية كبرى مثل برشلونة، التي ترغب في التعاقد معه وفقا لتقارير إعلامية إسبانية. حكيم زياش يضع شروطا للرحيل عن غلطة سراي ويستهدف العودة للتألق. يبدو أن أيام حكيم زياش مع نادي غلطة سراي التركي باتت معدودة، حيث أصبح رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة شبه مؤكد. اللاعب المغربي الذي انضم إلى غلطة سراي في صفقة امتدت حتى يونيو 2026 أبدى استياءه من تجربته مع النادي التركي، إذ لم يحصل على فرص كافية للمشاركة، مما أثر على مستواه وأبعده عن صفوف المنتخب الوطني. ووفقا لتقارير تركية، وضع زياش 3 شروط للانضمام إلى فريق جديد: الحصول على راتب مغر يعادل أو يتجاوز راتبه الحالي، الانتقال إلى مدينة توفر له أسلوب حياة مريح، اللعب في فريق يتمتع ببيئة متناغمة تدعمه للتألق. رغم مشاركته المحدودة مع غلطة سراي، يتطلع زياش للانتقال إلى فريق يمنحه الفرصة لاستعادة مستواه والمشاركة مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا 2025. عبد الرزاق حمد الله يطمح للفوز بكأس إفريقيا 2025. في تصريحات عبر حساب نادي الشباب السعودي، أكد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله تطلعه للتتويج مع المنتخب الوطني بلقب كأس إفريقيا 2025، وأشاد بتطور الكرة المغربية وسعادته باستضافة بلاده كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. حمد الله، الذي اختار الانضمام إلى الشباب السعودي بعد تجربته مع الاتحاد والنصر، عبر عن ثقته في قدرة السعودية على تنظيم كأس العالم 2043 بنجاح، كما أشار إلى طموحاته مع ناديه الحالي للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين والمنافسة على لقب الدوري السعودي. وفيما يتعلق بلقب الهداف التاريخي للدوري السعودي، أكد حمد الله أنه يسعى لتحقيق هذا الإنجاز بمساعدة زملائه، مضيفاً: إذا كسرت هذا الرقم سأبحث عن رقم جديد لتحقيقه. كما تحدث عن الانتقادات التي يتعرض لها من بعض الجماهير، قائلاً إنه يركز فقط على أدائه داخل الملعب ولا يتأثر بما يقال خارجه.